بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. عند دعائي استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، تراءف علي واسمع صلاتي. مزمور 4:1. رسالتك النهاردة بشفاعة أبونا فانوس، شفيع الأمور الصعبة والمستحيلة، اللي بيطمن وبيفرح وبيتشفع عند الرب يسوع لكل أولاده العشمانين فيه. بركة صلواته وشفاعته تكون معانا كلنا. بيقولك أنا جاي مخصوص ليك وبقولك قلقان ليه وشايل الهم ليه؟ ده انت ربك عينيه عليك طول الوقت وماسك في ايديك وعمره ما هيتخلى عنك. بيرتب فرحة ليك، فرحة كبيرة قوي. هو له كل المجد، قادر يغير حياتك وظروفك للأفضل. ده وعده ليك النهاردة، مش كلام وخلاص. الآية بتقول الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. اللي جاي تعويض عن كل اللي فات، وهيكون مليان بالأمل والتفاؤل، وهيغمر عمرك بعطاياه ونعمه الكتير. هتشوف رحمته طول أيام حياتك، واللي انت مستنيه بقالك كتير هيحصل وهيكون ليك. فرجه قريب. أبوك يسوع المسيح إله قدير وعظيم هيفرحك، وهتعدي أزمتك، وستأتي البركة والخير باسم الرب يسوع. سيبها عليه، هو عارف هيدبرها ازاي. طرقه عجيبة وهيتصرف ويغير القصة كلها في آخرها، ويشرق بنوره عليك حتى لو الدنيا كلها عتمة من حواليك وما فيهاش ولا نقطة نور واحدة. هتهتف وهتغني وهترنم لاسمه القدوس، لأنه هيحفظك من كل شر وهينقذك من جميع أعدائك. هينجيك وهيرفع رأسك عالية ويسحق جميع أعدائك. هيمطر عليك بمطره المبكر والمتأخر. هيستجيب لصلواتك وتضرعاتك، وهينهي كل تعب ومرارة. هتشوف أمور عجيبة منتظرها بقالك سنين، هتشوفها بتحصل قدام عينيك، وهتقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. هتتحقق الوعود وهتفرح وهتبتهج باسم الرب يسوع المسيح اللي هيعظم عمله معك. إلهك بيحبك، هيعطي لك سلام وهدوء لنفسك الممتلئة بالحزن والصراع. هيخلق ليك طريق من حيث لا طريق. هيبعت لك شعاع أمل، لأنه بيحبك ومش ممكن أبدا هيتخلى عنك. إلهك لا يتخلى عن أولاده وسط الألم، واقف جنبهم يطمن قلبهم، ماسك بإيديهم يعدي بيهم أي صعب أو مشاكل بتقابلهم. دايما حارسهم وصينهم وبيسهل ويدبر كل أمورهم. اطمن جدا، يسوع هو فرحك وسلامك. بيراك ويسمعك ويشعر بك، وأمورك الصغيرة دي كبيرة جدا قدام محبته، وأمورك الكبيرة صغيرة قوي قدام قدرته. ما تشغلش بالك انت، وانتظر قريبا فرجه. إلهك أقوى من أي ضيق، هو معاك على طول. ثق ان انت مش لوحدك، ده هو سندك، هو رفيقك في طريقك. عارف لما بيكون عندك مشكلة مضايقاك وتنام غصب عنك وانت زعلان، ربنا مش بينام، بيفضل يدبر ليك حلول كتير قوي لمشكلتك.
ويجهز لك الحل ويقدمهولك. ثق إنه مهما كانت الدنيا متقفلة أبوابها، لسه باب السما مفتوح. تعالى ليسوع وهو هيريح قلبك ويحيي داخلك كل ما دمره الحزن، ويبدد كل يأس وخوف جواك. اطمئن، هو معاك في أشد أوقاتك وأصعبها. هو إله حنون يعطي وبسخاء، ولا يذهب أحد إليه ويرجع دون أن ينال كل ما يحتاجه. تدبيره دايما للخير والفرح. تأكد كل دمعة نزلت من عينيك ليها عنده تعويض وتمن. انتظر الرب، انتظر المفاجأة الكبيرة اللي كان بيحوشها علشانك. ربنا خلقك على صورته ومثاله علشان بيحبك، شايلك على ايده طول ايام حياتك علشان بيحبك. اتألم علشانك واتصلب على عود الصليب بدالك علشان بيحبك. مستني تكلمه ولو دقايق قليلة، مستحيل أبدا هيسيبك. ارمي اتكالك عليه، هيفتح لك أبواب رزق وخير كتير. هو اللي مسؤول عنك، ما تشيلش الهم ولا تشغل بالك. يسوع عارف كل خبايا قلبك وكل اشتياقاته وهيستجيب. يسوع قريب جدا من منكسر القلوب، وكل اللي بيترجاه ما بيردوش أبدا حزين. قادر يطبطب ويداوي ويشفي كل قلب متألم ومتعب ومحدش حاسس بيه غيره هو بس. فاطمئن، هيبدل كل ضيق وكل كرب وهم بفرح من عنده. هيكافئك خير والضيقة هينهيها، وهيجي وراها بركة كبيرة وتعويض عظيم. هيعينك وهيسندك وهيريحك من كل تعبك وانزعاجك. هو عارف تعبك وعارف سببه، هيعالجه لأنه بيحبك ولا يمكن أبدا هيخذلك. ما هو قال في حزقيال 34 عدد 16: أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. إلهنا حنون جدا وعارف إنك مجروح من مواقف ومن أشخاص في حياتك. ما تقلقش، هيردلك حقك وهيرجع لك نفسك وهيريحك من كل أحزانك. ثق في محبته ليك، لأنه قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ده وعده ليك، فاطمئن جدا. آمين. بركة وصلوات أبونا فانوس تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.